قريب من اسكندريه. سيوة. يا حازم قريبه من اسكندريه. بتطلع حرف الباء. طبعا عندنا لو هنقول الجيزه مين اشهر حد من هناك؟ لازم تسمع. ايوه انا في دماغي كده بتاعت حسن. احنا مش حسن. اخلاق ابو تريكه غير. عايزين نترجم اخلاق. النهارده يا شباب تحدي جديد ولذيذ عشان ده اللي عامله كده يعني. لا عشان ده حقيقه بجد. طول الوقت انا بعمله كده اقول والله يا عمر انت بتجيب افكار كده لو تنفذ لو بس تنفذها بس. تحدي خمن العدد. بس المره دي الموضوع مختلف. الانجليزي مختلف من غير الوان. تصدق دي ظريفه. نخلي بيس كيك يعملوها. تحدي المره دي خمن علم المحافظه. محافظات لها علم اصلا؟ لو ايه دي اللعبه ما حدش عارف يلعب. طب معاك انا هعرض عليك شعار لمحافظه معينه. جي اول واحد هيدوس الجرس هو من حقه خلاص بقى هو اللي من حقه يقول دي محافظه ايه. تمام. لو ما عرفش التاني هيقول. لما عرف التاني هيقول. اول واحد هيقول صح هياخد 2 بوينتس. بعد كده هختار لك شخصيه مشهوره من المحافظه دي. خلاص انا عرفت مين عمر اختار مين في اسكندريه عشان ده مستوى الكوميديا بتاعه. والله عادل شكل تراهن. هنشوف. هختار شخصيه مشهوره من المحافظه دي وهقتبس منه جمله قالها في مثلا في لقاء في اغنيه في برنامج في اي حاجه وهسالك سؤال بالانجلش ليه علاقه بالجمله دي. اللي هيجاوب الجمله دي صح هو اللي هياخد البوينت. بس مين اللي ليه الافضليه انه يجاوب السؤال ده؟ اللي عارف العلم. كده يبقى اقصى حاجه ممكن تجيبها من السؤال الواحد ايه؟ استنى يا زي 2 في دماغي 1 في راسي يبقوا 3. عندي سؤال. عادي ممكن لو انا ما عرفتش المحافظه حازم قالها وبعدين حازم قال الشخصيه فانا عرفت الانجليزي فانا فوق ما هو اللي هيغلط هتشارك التاني على طول. نبدا اول سؤال. سعيد غلط. مش لازم ترن. مبسوط بالجرس عشان جديد بس مش لازم. قول لي حازم. خفاج. لا سينا. غلط. الواد الجديد. محدش يرن الجرس. انت مالك؟ ازعاج جدا للمشاهدين. انت تهمني. دمياط. رشيد. عرفت يا اسطى السويس. لا انت ليه عملت بس هي قريبه من السويس. عرفت سينا برضه. قريبه من السويس. دهب. شرم. يا جماعه بقول محافظه. محافظه. معرفش الواحد. الواد الجديد. ايه علاقه الوادي الجديد بسفينه يا جدعان؟ هيخشوا سفينه الصحراء مثلا. جغرافيا ولا من الاسم؟ عندها مانجا. اسماعيليه. سيف هو اللي خد البوينت. برافو عليك يا سيف. السؤال بتاع الاسماعيليه بيقول ايه بقى يا سيف؟ محمد فؤاد من الاسماعيليه. ما تيجي نعمل كده هيجرى لنا ايه؟ ترجم هيجرى لنا ايه؟ What's gonna happen? غلط. What would happen to us? What would happen to us يا حازم؟ حازم هو اللي خد البوينت. اللي هيرن الجرس هينقص بوينت. في الحقيقه الاثنين صح. What's gonna happen صح و what would happen صح. الاثنين معناهم هيجرى لنا ايه. بس الفكره ان انا امتى بستخدم would؟ لما باجي اتكلم عن حاجه في المستقبل بشكل تخيل. انا بتخيل ايه اللي ممكن يحصل يا ترى. يبقى would بتفيد التخيل اكتر في المستقبل. حلو قوي. اللي بعده. علم مين ده؟ مصر. لا. السين. الاقصر. لا اسوان. لا. اسكندريه. اسيوط. برافو عليك حازم. خد 2 بوينت. اصل انا اقول لك اصل انا مع القصايطه. عندنا السؤال اللي بيخص اسيوط بيقول ايه بقى؟ شخصيه مشهوره من اسيوط معانا سمير غانم. سمير غانم في لقائه مع منى الشاذلي كان بيقول الجمله دي بالظبط. انا اروح واقع اروح من الضحك. عايزين فريزل فيرب واحد بس. فريزل فيرب ده معناه ايه عشان الناس اللي مش عارفه؟ يعني فيرب زائد حرف جر بيساوي جمله واقع من الضحك. cracked up. كراكد اب يا حازم. برافو عليك. حازم خد 1 بوينت. اللي بعده. القاهره. دي زي القاهره بتاعتي. حسيت فيها دستور ولا ايه؟ وايه علاقه الدستور بالقاهره؟ نسيت. غلط. اسوان. غلط. منوفيه. يا جماعه فيها ازرق. يعني ايه الازرق؟ سوهاج. يعني في ميه. غلط. اسكندريه. قريب من اسكندريه. مطروح. غلط. راس البر. غلط. راس سدر. عارف يعني ايه قريب؟ جغرافيا. جغرافيا. سيوة. اسكندريه. يا حازم قريبه من اسكندريه. بتطلع حرف الباء. غلط. حبيبي سعيد بن غلط. بني سويف. لا ومش قريبه من اسكندريه بني سويف. طيب يا جماعه ح. بحرين. يا جماعه محافظه مصريه. بحيره يا حازم. بلد المشبك. معانا حسن شحاته من البحيره. في اللقاء ده كان بيقول ايه؟ ابو تريكه اخلاق ابو تريكه غير. عايزين نترجم كلمه اخلاق. manners. يبقى على بعضها تبقى عامله ازاي؟ ابو تريكس manners are different. صح كده يا حازم. يعني ما تعرفش احنا في البحيره يزعلوا منك. طب والمشبك بقى شبك دمياط يعني. ما البحيره مشهوره بايه؟ بقرة البحيرة أو البقرة المبروكة. اللي بعده. والله العظيم اللي مش هعرف دي بجد. يا سيف بتاع دي موتراني بالله. يلا. الجيزه. الجيزه يا ابن اللعيبه. انا اقسم بالله ما انا افكر هم ايه الثلاثه دول لحد ما اكتشف انهم اهرامات. الثلاثه دول ايه؟ طبعا عندنا لو هنقول الجيزه مين اشهر حد من هناك؟ رامي صبري. ايه احمد مكي.
بيقول ايه بقى؟ هقول لك جمله بالانجلش. الجمله دي ترجمتها يعني لاين من اغنيه من اغانيه. I will never forget the look in his eyes towards me he was stunned. تاني حاول ترجمها بالمصري كده عشان تعرف تجيبها. I will never forget the look in his eyes towards me he was stunned. خبطت الحته بص لي ازاي ابني واذيته. لا انا عارف يا ابني والله بجد عارف حته. شكلي فكر اني خنته. الحته اللي قبلها بالظبط. عينيك ليه بتتكلم؟ الجمله اللي قبلها بالظبط. ابدا. عمري ما عمري اللي جاي. بالريسك ده لا عمري ما انسى نظره عينه. ليه؟ افتكر اني خنته. عمري ما انسى نظرة عيني كمان. عمري ما اقدر انسى نظرة عينه ليا كان مبلم. دي ما حدش ياخدها. ما حدش هياخدها لان سيبها نصها وحازم قال نصها. طب يبقى مبلم ممكن اترجمها اقولها ايه؟ ستاند. كمان المحافظه اللي بعدها محافظه. والله سهل. انت تحاول تنام بالطاقات. المنوفية. لا غلط. حازم بيقولها المنوفيه. بسرعه سيف. الشرقية. غلط. دي منافسه شرقيه صح؟ دهليه. صح يا سيف. برافو عليك. سيف خد كمان 2 بوينتس بتوع الدقهليه. يا جماعه دي الدقهليه عشان الدقهليه فيها ترس بيدل على الصناعه. اصل انا بقى كنت مدرسه في الدقهليه فانا فاهم. الترس بيدل على ايوه ده كوبري متغطى. والعلامه الخضراء دي بيدل على الزراعه والقمح بيدل على زراعه برضه عادي. الزراعه بتاعت القمح. ايوه هي الدهلية مشهورة على كل. الدقهليه حازم بتصدر قمح للعالم كله. عارف اليونان قمحها كله من دهليه. اهل الدهلية طبعا معروفين بقمحوها. فهو معروف يا ابني. يا ابني الدقهليه دي فيها المنصوره وطلخة وطلخه وصندباص كل حاجه. يحيى الفخراني من الدقهليه في مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود كان بيقول الجمله دي بالظبط. انا حطيت لساني جوه بقي 20 سنة. يحط لسانه جوه بقه بشكل عام معناها ايه؟ انا عايز اترجم عشان ممكن يبقى ليا مليون ترجمه بس انا هستخدم مثلا ايه؟ keep my mouth shut. عايزك تستخدم الزمن المناسب وتقولي ليه. I kept my mouth shut for I have kept my mouth غلط عشان هو ما كملش. انت سبته يكمل. انت عملت انه كانه غلط. I have kept my mouth shut for 20 years. I have kept my mouth shut for 20 years. ازاي دي اشرح لنا. لا تاخد بالك هنا عباس كان داخل عايز يعمل ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا فضلت حاطط لساني جوه بقي لمده 20 سنه. ده معناه انه حالا اهو هيكسر فكره انه حاطط لسانه جوه بقه لمده 20 سنه. يعني انا دلوقتي هتكلم بقى. فانا لو كنت قلت I kept my mouth shut for 20 years معناه ايه؟ ان انا عادي. انا طول عمري اصلا زمان كنت حاطط لساني جوه بقي وستيل حاطط لساني جوه بقي. انما لما قلت I have kept my mouth shut ده معناه ايه؟ ان انا كنت حاطط لساني جوه بقي بس دلوقتي هيحصل تغيير. فجيت ربطت الماضي بالمضارع فاستخدمت المضارع التام اللي هو have والتصريف الثالث بقت have kept. انا عندي سؤال ممكن حد يعني من الفانز يسال. هو انت ازاي شاطر في الجرامر كده؟ يعني ادينا سرك عايزين نتعلم احنا كام منك. كروسات شكرا يا اسطى. ندخل على الفيديو يسال على حاجه دي عشان على شكرا يا سيف. انت كنت عايز توقعه قام جايب علينا. لسه ما سيب. برافو عليك. مجرم في الشطارة. اللي بعده تعال اشربي بيبس. يلا. ها المانيا. اي المانيا مش محافظه مصريه. المانيا. طبعا انا ما عرفتش اجيب علم المنيا. قلبت الدنيا على جوجل على علم المنيا ما عرفتش اجيب علم المنيا. فقلت اهزر بقى اجيب اقرب حاجه يعني. ايوه بس انا عندي سبب انا ليه مختار المانيا. بمناسبة ألمانيا وبمناسبة الثانوية العامة عندنا مؤسسة اسمها جايد لاين. مؤسسة جايد لاين دي بتعمل معاك حاجة روشة قوي. لو أنت خلصت ثانوية عامة أو لو أنت طالب جامعة وخلصت جامعة وعايز تكمل دراسة في ألمانيا، جايد لاين بتساعدك في كل حاجة تخص الفيزا. إيه لو أنت عايز تسافر ألمانيا كده قول لي بتحتاج إيه؟ محتاج لغة. تحتاج لغة؟ محتاج فلوس البنك. حلو قوي. هم بيساعدوك ازاي تتعلم اللغه. طب بالنسبه للفيزا بيخلصوا معاك كل الورق يعني بتحتاجه بيقولوا لك عليه. ولو في مقابله مع السفاره بيدربوك على الانترفيو ده. انت ممكن تتعلم معاهم اللغه حتى لو انت مش عايز تسافر. وبيعملوا بقى حاجه روشه قوي قوي وده في رايي ان هم بيعملوا استشاره مجانيه. يعني انت حالا اهو لو عايز تعرف طب انا مطلوب مني ايه بيساعدوك وبيقول لك هتعمل ايه بالظبط. بس انت لما تيجي تقول لي بقى ايه فلوس في البنك هم مش عارف يحطوا لك اكيد فلوس في البنك يعني. لكن غير كده كل حاجه عشان تدرس في جامعه حكوميه المانيه هم بيساعدوك عشان توصل هناك. مين هم؟ مؤسسه جايد لاين. طيب حاجه ان انت دلوقتي لو جيت عملت كل الحاجات اللي هم قالوا لك عليها لو في حاجه خيشت او ما اتقبلتش بتسترد فلوسك عادي تاني منه. لا اللي حابب يتواصل مع جايد لاين يبص على اول كومنت او يسالنا على المسجات. يلا يا جماعه المحافظه اللي بعدها هتبقى طب ما ست امسكون. محافظه ال طب انا عندي حاجه اقول. قول لي يا حبيبي عندك حاجه امبارح في حافظه فيها صوت لازم ايوه انا في دماغي كده بتاعت السقف. يا جماعه ما بني سويف يا عم. يا عم مش بني سويف. قول يا سيف. شرقية. صح يا حازم برافو عليك. هي محافظه الشرقيه فعلا. عشان انت مش شرقيه نفس تاني عارف عرفت ازاي؟ من الشرق. من الشرق. السؤال اللي يخص الشرقيه طبعا الشرقيه فيها اعز شخصيه من افخم واعظم
الشخصيات اللي جت في تاريخ مصر. بس انا مش هختاره، هختار حد تاني كويس برضو. احمد اشرف الناس اللي مش شقيه مجدي يعقوب. في الجزئيه دي من اللقاء مجدي يعقوب كان بيقول حتى اولادي بقول لهم لا ما تخصوش الطب، يقولوا لي ليه بقى؟ اقول لهم لان دي عيشه صعبه. يقولوا لي لا بس احنا مؤمنين بيها بقى. لو انا عايز بشكل طبيعي اترجم اقول لهم ويقولوا لي، يعني وانا بتكلم مثلا مش هقول لك ايه سو مجدي يعقوب told them كذا كذا and they told him كذا and they told them كذا. لو انا عايز اشيل told them ممكن استخدم ايه جمله more natural. I was like they were like and they were like And I was like, oh shoot. They were like, yeah, that's not going to be possible. And I was like, لا ما تخصوش الطب. they were like, ليه بقى؟ صح كده سيب، برافو عليك. سيب كده خد هو البوينت. يلا الغربيه. صح كده يا حازم، برافو عليك. عارف عرفتها ازاي؟ ازاي؟ عشان احنا كناس غربويه دايما عندنا روح الهلال مع الصليب. ده مش هلال وصليب يا حازم، ده احنا ليه؟ عندنا روح الاسلام عليه. هجيب مين بقى دلوقتي في الغربيه؟ المشهور، الفنان، المصفوع. الرياضي كل البطاطس محمره. هتسمع اللقاء ده كويس. هو سبوت ده مستيك طبعا. لا، شخصيته. المذيع هنا بالانجلش بيخيروا بين حاجه وحاجه. اكيد طبعا انا الشام هو نايس. ايوه يا حازم انا ويش بس مش بيقول له مثلا مين افضل حد بيعمل عرضيات بلا بلا ولا بلا بلا، عشان ما اعرفش اسماء الشخصيات يعني. Trent Alexander-Arnold or Andrew Robertson? well that's محمد صلاح هنا بيقول ايه بقى؟ well that's في كلمتين ناقصين، عايزك تقول لي كلمتين. فريدي هارت. حاجه ناتشرال اكتر. هارت. تاني نسمع تاني. Trent Alexander-Arnold or Andrew Robertson? well that's جون هارت. ايه ده سؤال؟ لا، بتبدا بحرف التي. مصطلح بيتقال لما الواحد بيكونش عارف يختار. دور واعرف الاجابه، او لو انت اوريدي عندك الاجابه حطها في الكومنتات، وهنختار واحد من الكومنتات كالعاده هنكسبه ليفل 3 وياخد حصه في شوف ماني اصلا وياخد الفيديو حق الدفاع ويركب حاجه. هو ده بقى احساس الجرس. برافو عليك بقى يا حازم. كده حازم كسب التحدي ب 11 بوينتس. انا متخلص. بس حط هناك لو سمحت. حطهم عشان ميسو يا عم، احنا عيال شباب. عليه بنشكر حازم انه كسب معانا هذا التحدي، وده معناه ان اكتر واحد عارف فعلا سيكولوجيه الشعب المصري ودارس جغرافيه مصر، لانه وطني ومخلص ومحب للبلد دي. فيا حازم يعني اتمنى كل المصريين يبقوا زيك. في معانا على فكره محافظات تانية ان شاء الله ممكن نعمل لهم جزء تاني. يا حازم محلة في الغربيه. ده بجد؟ وانت من الغربيه. احنا مش محافظه. لا يا حازم محلة مش محافظه. انا اتلخبطت. سيبيركو ادي المنوفيه. لو عايز اعمل محافظات فيها التكه فين؟ دي محافظه بتاعتي. محافظه قريبه من اسكندريه. كده وطب على البعض. لا يا جماعه لا مش عارف. سين جيزه. نيو جيزه كنت وانت بقى وفق. انا محافظه جديده. نيو جيزه انا اللي جاي بعدين نيجي